احنا دلوقتي جايين نصور مع عم عبد الرحيم، من اقدم الناس في الشغلانه في الخضار، بقاله 50 سنه. يعني عمر كامل وهو عنده 13 سنه وهو شغال في كفر كامل في مجال الخضار ده. عم عبد الرحيم، السلام عليكم. ايه الاخبار، عامل ايه؟ الحمد لله. انت عم عبد الرحيم شغال في مجال الخضار ده من كام سنه؟ من 50 سنة. من 50 سنه. انت عندك كام سنه مثلا؟ 63 كان سني 13 سنة. وانت شغال في مجال لا، الخضار؟ جدود يعني. يعني انت واخد الشغلانه ابا عن جد. أبا عن جد. طب انت يا عم ابراهيم، عاجبك وضع الشغل وبتاع دلوقتي؟ كل حاجة غالية. كل حاجه غليت عن زمان طبعا. عن زمان كل انت حاجة. موجود من زمان في نفس المكان نفس ولا كنت في المكان. مكان تاني؟ نفس المكان. اه شغال في المبيع وبعد كده اه من 25 سنة هنا. اه طب انت يا عم عبد الرحيم دلوقتي، انت شايف ان مجال الخضار مع الايام اللي احنا فيها ولا ده كان شكله ايه؟ لا، دلوقتي غلا الخضار عم عبد الرحيم. طب والناس نفسها؟ والناس نفسها وردت زي الأول. ازاي الاول؟ عايز ان الناس تبقى يعني انت لو كيلو خيار بتاخد لك نص كيلو، هتاخد لك 2 كيلو طماطم بتاخد لك كيلو. بس زمان الناس كانت تاخد بقى عشان كان في عاملين ترند الخضار. عمرك حد جه اشترى منك قبل كده؟ يقول لك أنا قاعد يعيط جوه. حد جالك قبل كده جه قال لك انا مش معايا فلوس، انت مثلا عملت ايه مثلا؟ ماشي، لو معهوش فلوس لا قدرنا عليه ربنا ما بعملوش. طب انت يا عم ابراهيم، يعني لو الزمن رجع بيك زمان بقى شويه، كان نفسك تطلع بالخضار ولا كان نفسك تطلع حاجه تانية؟ بتاع خضار برضه برضه؟ عشان عن جدودي. عن جدودك. يعني انت ابا عن جد واخد الشغلانه. باخد الشغلانه. طب انت تنصح اي شاب ايه اليومين دول يا عم ابراهيم؟ ما اشتغلش في الخضار. لا مش مش فكره الخضار. أيوة. انت عاجبك حال الشباب دلوقتي؟ لا، انت حاسس ان الشاب الايام دي غير الشباب زمان؟ غير زمان كان الاول الشاب اهو بيكافئ ويجاهد. كان في احترام في وقدر، لا بيحترموا دلوقتي الاكبر مفيش. سنا. دلوقتي مفيش. يعني انت زمان ممكن الشاب اللي تكلمه كلمه يسكت، دلوقتي يسكت. ما في يحترم كل عليك. ايوه صح. ايه اسعار الخضار ده طبعا؟ اسعار الخضار ده غالي. كله غالي؟ غالي فين يعني ايه دلوقتي الحاجه رخيصه؟ ايه اللي يعني غالي؟ معلش الحاجات المفيده للبيت. ما فيش البطاطس والطماطم بس. اه لكن انت هتجيب لك كيلو خيار ب 10 جنيه. تمام. لا مؤاخذة انت معاك 3 4 عيال، هينفع معاها كيلو خيار ب 10 جنيه؟ هيكفي دروس ولا هيكفي لا مؤاخذة عيش ولا هيكفي سندوتشات ولا هيكفي مصاريف؟ ساعة وبركات. لا طبعا لا طبعا. الناس برضه تعبانه يعني الاول لما كانت الحاجه رخيصه يا عم كان الناس رخيصه والدروس رخيصه وكده. لا مؤاخذة النهارده اعرف واحد يعني 1000 جنيه دروس للثلاث عيال. 1000 جنيه. غير لا مؤاخذة هيجيب له كل يوم ب 10 جنيه بعيش، هيجيب له ب 20 30 جنيه مصاريف العيال. يعني هيقفل له 50 جنيه مصاريف العيال، المحور السندوتشات والحاجة بس. هي الحياه الحمد لله. وربنا يعدنا من عنده. امين يا رب. ماشي طبعا. ماشي يا عم عبد الرحيم، احنا ضيعنا من وقتك مثلا، وقت ربنا ان شاء الله كده يصلح حالك يا عم عبد الرحيم. ماشي، السلام عليكم. طبعا ده حال الناس والغلو اللي احنا فيه. يعني زمان الدنيا كان فيها خير، يعني كان 20 جنيه 30 جنيه بتروح عند اي حد بتاع خضار تجيب كل اللي نفسك فيه. دلوقتي ما يكفكش اقل حاجه 50 60. انت هتجيب فاكهه ولا هتجيب خضار لبيتك ولا هتجيب ايه؟ وعيالك نفسهم في حاجه دلوقتي بقت هتجيب ايه؟ يا رب الاسعار ترجع زي زمان عشان ربنا يهون على الناس. في بجد ناس غلبانه فعلا كتير تستاهل هي تجيب كل حاجه نفسها فيها. يعني الفكرة ان احنا ان شاء الله انا ناوي اعمل كل يوم حكاية، كل يوم قصة. المفروض اصلا اعلام، اي اعلام ينزل الاماكن البسيطة دي، يشوف الناس في الحواري عاملة ازاي وفي الاماكن الشعبية عاملة ازاي. بلاش نركز على الحاجات التافهة اللي احنا بنديها سعر، بنطلع ترندات ملهاش اي 30 لازمة. في ناس انتوا لو شفتوهم فعلا هتصعب عليكم. فعلا في ناس غلبانة كتير. في ناس ساعات بتنام من غير غطا، في ناس بتنام من غير عشاء. يعني في ناس حالتها بجد تصعب على الكافر. يعني مع الغلاء ومع الدنيا دي الناس فعلا بتموت بجد وهي عايشة. يعني في ناس بتموت بالبطيء. يا ريت الناس نحس ببعض شوية وربنا يهون علينا ان شاء الله. كلهم حكاية من قلب الشارع. ورب الفيديو يعجبكم، ورب كل فيديو نزلوه يعجبكم.
وبس كل اللي عايزه منكم كلمة حلوة ولايك وتتابعوا المحتوى، كل يوم هيبقى فيه جديد بإذن